السلام عليكم ورحمة الله. من المعتقدات اللي الواحد كان بيعتقدها واحنا أطفال يعني، كان عندي معتقد في صلاة الصبح وانا طفل يعني. كنت بصلي الصبح 4 ركعات، مش ركعتين. طبعا من المعروف ان الصبح ركعتين، لا انا كنت بصليه بقى 4 ركعات، اللي هو ركعتين سنة وصلاة الصبح. فكان ملازمين لبعض تماما، لكن بعد ما عرفت تجاهلت، فأهملت فتركت. انت فاهم ازاي؟ تجاهلت فأهملت فتركت، فأصبحت دلوقتي ما بصليش غير الصبح فقط لا غير. دي من العادات السيئة. تيجي بقى تاني، طبعا الظهر والعصر والمغرب ده كله كان فيه سنن. طبعا يعني العمر والشغل والحياة وما إلى غير ذلك من كل الكلام ده كله، أصبحنا طبعا يعني السنة نسيناها. تمام. ده تاني حاجة. تالت حاجة بقى، تيجي لصلاة العشاء. صلاة العشاء في طبعا ركعتين شفع وركعة وتر، تماما زي صلاة الصبح. كنت ما بنساش أبدا، استحالة إن أنا أصلي العشاء وانسى يعني اصلي ركعتين الشفع والوتر خالص نهائي. حتى لو الجامع هيقفل، والراجل اللي هو بيقفل الجامع ده وانا واقف على الباب، بقعد اصلي فيهم لحد اما بص يعني ما مشيش غير اما اصليهم. لكن دلوقتي تجاهلت فاهملت فتركت، بالظبط برضو تماما زي صلاة الصبح. دي من المعتقدات اللي احنا يعني واحنا صغيرين، يا ريت الواحد ما كانش عارف عشان كان فضل مستمر في الحتة دي يعني. الحياة بصراحة ضغطت علينا، ويا ريت حاجات معتقدات واحنا يعني في الطفولة. الفطرة يا جماعة والله العظيم، الفطرة ما فيش أحسن منها. إنك أنت تبقى على الفطرة السليمة. في حاجات بتبقى يعني تتمنى انك انت متعرفهاش، يفضل انك انت متعرفهاش، زي الصلاة. يعني لو الواحد يعني انت عارف ان الصلاة دي هتيجي يوم القيامة، والسنن والحاجات دي اللي هي انت بتصليها صلاة تطوع هتكمل ليك من صلاتك اللي هي صلاة الفرض. ففي الحديث اللي فيما معناه بيقول لك أكملوا له من تطوعه، اللي هي السنن. السنن دي يعني احنا نسيناها تماما. ده معتقد من معتقدات الطفولة. دي حاجة الواحد يعني يكاد يكون حزين عليها جدا جدا ان هو نسيها. ادعوا لنا ان احنا نرجع